اللي قدامك ده عمر مرموش، وهو لاعب في وادي دجله في الدوري المصري، واشهر لاعب في الصوره دي كان ابراهيم نضاي تقريبا. اما بقى اللي قدامك في الصوره التانيه دي هو بس وهو بيصنع المجد وبيحقق احلامه، والحدث الاهم في مصر والوطن العربي، ومش هبالغ لو قلت في العالم، طبعا بعد انتقال اعظم موهبه مصريه وعربيه لواحد من اقوى انديه العالم في الوقت الحالي. مرموش قال لنا ما تبطلش تحلم وتصدق نفسك، لو صدقت نفسك هتوصل. طب القصه دي صدفه؟ اكيد لا طبعا، القصه اكيد فيها كفاح عظيم جدا، عشان كده يستاهل يتعمل له حكايه، ويستاهل يتعمل له قصه من البدايه للنهايه، لان فيها تفاصيل كتير حلوه وتفاصيل مبهجه، وكمان فيها تفاصيل تانية تحاول تعلمك ازاي تحول الانتقادات لدوافع. القصه بدات لما مرموش اتولد في حي المهندسين سنه 1999. بدا مشواره في الكوره وهو طفل صغير في شوارع الجيزه زي اي حد مننا بيحلم بالنجوميه، ولكن اللي كان مختلف عند مرموش الطموح اللي ما كانش له حدود. بدأ في ناشئين وادي دجلة، النادي اللي كان وقتها مجهول ومش في حسابات حد، لكن في وادي دجلة مرموش خطف الأنظار بشكل سريع، وعمره ما كان مجرد لاعب عادي، لدرجة أي حد في فرق الناشئين في الفرق المنافسة لما كان بيروح يقابل وادي دجلة يقولك احنا النهاردة رايحين هنقابل فرقة مرموش، لأنه كان الهداف بتاعهم وكان الكل في الكل هناك. فأي حد يطلع يقولك أنا اللي اكتشفت مرموش في وادي دجلة ده بياخد اللقطة، لأن أرقام مرموش أصلا في قطاع الناشئين كانت مسيطرة في النادي. وقبل قصة صعود مرموش وهو عنده 14 سنة جات له فرصة في السويد درجة تانية ان هو يعمل معايشة هناك، وقتها ما ترددش لحظة وخد شنطته وراح، بس وقتها حس انه ورط نفسه واستعجل، خصوصا انه سافر لوحده في سن صغير وقعد يعيط في المطار. بس هنا اكتسب شخصية وعرف يعني ايه حلم وغربة، بس هنا ما قدرش واتحايل على والده ان هو يرجع، وفعلا رجع مرة تانية لوادي دجلة. المهم مرموش خرج من وادي دجلة في 2017 لفريق فولفسبورغ في فترة معايشة، وقتها اقتنعوا باللاعب واعلنوا التعاقد معاه، وكان خبر مفاجئ واسعد اغلب الناس ان في امل ان في صلاح جديد. بس بينه وبينك ما كانش كتير واثق ان هو هينجح، وكمان ما كان فيش ناس كتير مهتمه وعارفه مين ده مرموش اصلا. وطبعا في المانيا مرموش واجه صعوبات كتيره جدا، اهمها المعايشه واللغه وكل الكلام ده، بس هنا اتعلم بسرعه لغه، والفضل يرجع لوالده زمان لما كان رافض تماما ان مرموش يترك التعليم واهماله للتعليم على حساب الكوره. عشان كده مرموش ما خدش وقت واتاقلم وقدر يعيش في الغربه. طبعا في الاول حاول وفشل وطلع اعاره ونزل ورجع خطوه لورا لما انتقل لسانت باولي في الدرجه الثانيه في الدوري الالماني، بس هناك مرموش رأى نفسه. ومش بس كده، ده مدرب منتخب كندا كلمه شخصيا وطلب منه ان هو يمثل المنتخب الكندي، لانه طبعا مرموش معاه الجنسيه بسبب ان والده ووالدته شغالين في كندا ومعاهم الجنسيه، بس طبعا مرموش رفض لان كان حلمه ان هو يلعب بقميص منتخب مصر رغم عدم انضمامه اصلا للمنتخب المصري. والاصعب من كل ده ان المنتخب الاولمبي اصلا كان رافض انضمام عمر مرموش بسبب عدم اقتناع شوقي غريب بيه، وقال لك بالنص كده عشان اضم لاعب محترف زي عمر مرموش لازم يكون فارق عن اللاعب المحلي. ايوه والله زي ما بقول لك كده، ده احنا بنشوف العجب. المهم مرموش مع سانت باولي لعب هناك بشكل اساسي وظهر بشكل قوي جدا، وسجل 7 اهداف وصنع 3 اهداف، يعني مساهم ب10 اهداف في 21 مباراه. الاداء ده بقى خلاه ينتقل في 2022 لشتوتجارت. في شتوتجارت قدم موسم رائع وساهم في بقاء الفريق في الدوري باهداف حاسمه ومجهود بدني كبير جدا، وكسب احترام جماهير شتوتجارت والاعلام الالماني. بعد بقى نهايه عقده مع فولفسبورغ في صيف 2023 مرموش قرر ما يجددش للنادي ويدور على خطوه جديده، وقع انتقال مجاني وصفقه انتقال حر لنادي اينتراخت فرانكفورت، احد اكبر انديه البوندسليجا. فرانكفورت راهنوا عليه بسبب خبرته في الدوري الالماني، وقال لك بالنص كده المدير الرياضي للنادي لقد تعاقدنا مع صلاح جديد. ومرموش من الموسم الاول قد الرهان ولعب 41 مباراه، سجل 7 اهداف وصنع 6 اهداف، في رقم قوي جدا في اول موسم ليه. عشان يجي الموسم الحالي مرموش ينفجر وينافس هاري كين، ولحد لحظة انتقاله راس براس وند بند وهداف البوندسليجا والاكثر صناعة، مش بس في البوندسليجا، لا ده اكتر لاعب مساهم بالاهداف في الدوريات ال5 الكبرى. مرعب صح؟ ما هو اكيد السيتي يعني مش هيجيب لاعب عادي. مرموش خلال الفترة دي كان العين بالعين والسن بالسن، فضل فاكر الانديه اللي شارك فيها، وكان بيرفض الاحتفال لما بيسجل امامهم زي سانتا باولي مثلا مؤخرا، لكن نادي تاني جماهيره تصفر عليه وتهينه فينزل بشخصيه مثله الاعلى كريستيانو ويسجل ويسكتهم بمستواه. فهو دي عقليه السوبر هيرو. عارفك وشايفك يا اللي مستغرب ازاي في كل الكلام ده كله ما جبت السيره رضا عبد العال لما قال لك عليه مدبول احسن منه. يعني يا عم بذمتك بنتكلم في لاعب راح السيتي وبنحكي لك مسيرته دي كلها، ينفع اقول لك تصريح زي ده؟
طب والله عيب عليا. العيب اكتر ان واحد اصلا زي الكابتن رضا عبد العال سبب رئيسي في تسخين الناس على كيروش، انضف مدرب مسك منتخب مصر، مدرب اكتشف مرموش وقدمه للناس. وقتها مرموش كان لاعب درجه تانية في سانت باولي وما كانش بالشهره اللي الناس تتكلم عنه، زيه زي اي شاب او اي ناشئ بيلعب في اوروبا وهو مش معروف. كيروش مش بس قدم مرموش، كمان قدم محمد عبد المنعم من فريق زي فيوتشر، وكان سبب ان الاهلي يقطع اعارته ويرجعه يلعب كاس عالم على طول. وكمان كشف لاعبين تانيين على حقيقتهم من غير ذكر اسماء عشان الناس ما تزعلش. فاللي عاوز اقوله من القصه دي كلها اني متحمس جدا لتكرار تجربه مثيره وحلم جميل مع لاعب احتسبه محترم ومثقف وهادي وصاحب شخصيه وعقليه جباره في الملعب وبره الملعب. واعتقد كده ان هو مثلا عنده عقليه ممكن تكون افضل من صلاح. مش هقول ان هو يكسر ارقام صلاح لان صلاح ما شاء الله ماكينه اهداف وماكينه ارقام قياسيه، ولكن ان شاء الله نشوف مرموش في حته كبيره جدا يتقارن مع نجوم العالم في فتره قليله. احنا مع موعد مع لاعب تاريخي باذن الله. وبس كده، لو عجبتك الحلقه بقى ما تنساش دعمك بلايك وكومنت وتشترك في القناه، ونتقابل في حلقات كتير جايه. سلام.